السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. جيت نكمل معكم الفيديو السابق. كنت درت معكم القفه هذه اللي بالماشينه خيطها وجاني الفيديو طويل بزاف، واليوم راح ان شاء الله ندير لكم الفيديو الثاني وغير باللصقه. رايحه ان شاء الله تتحصلي على اروع قفه وما تقولوليش راح تتقطع ولا تنفتح ولا جربوها. وكما قلت لكم توجور حاجه اللي ديري بها بالسيليكون بالبيستولي، سخني البيستولي تري بيان وماش راح يتقطع معاك ولا يتفدق اون ديغي كنتي خيطتي. راح وكل وحده واش عندها ميم وما عندكيش الماشينه، راهم كاين مشاريع تسترزقي بهم بالسيليكون تخدميهم. كاين اشغال يدويه وفيهم ربح، وهكا بشويه بشويه حتى توصلي لمرحله الماشينه وتلايمي وتشري ان شاء الله ماشينه. ماهيش حاجه صعيبه ولا حاجه بعيده، وكل وحده وكما قلت لكم القدرات تاعها هي واش باغي باغيه. كاين اللي ما تحبش الخياطه بصح تحب هذه الاشغال اليدويه اون جينيرال. اللي يحبوا هذه الاشغال جينيرالمون تكونوا يبغوا الخياطه، وهذه كل وحده وكيفاش تشوف المشروع تاعها. كما قلت لكم هذا رانا في وقت الناير، مشاريع هذو بزاف تاع توزيعات. انا ما قدنيش الوقت باش ندير لكم توزيعات، الله غالب. شغل بديت هذا البروجي روطار. المهم انا درت لكم هذه القفيفات مام فيهم السعر سعر بزاف، فيهم السعر يتباعوا باسعار خياليه، ما فيهم ربح مليح. ان شاء الله راح تبداي مشروعك من البيت تاعك وانت في دارك، وبداي البروجي تاعك ودخلي مصيرفه كما يقولوا وتقضي بها صباحك. راح ان شاء الله تشوفوا معايا كامل هذا الشيء. فقط ما تنساوش البنات تدعموني بجام وبارطاجي لي الفيديو باش تطلع معايا القناه ويشوفوا الفيديو عدد اكبر من المشاهدين والمشاهدات. راح ان شاء الله تصلوا وتسلموا معايا على الحبيب المصطفى. البنات صلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامه. وراح ان شاء الله نبداو بسم الله. كما شفتوا انا درت لكم نظرة على الفيديو السابق القفه اللي كنت خدمتها بالماشينه، وهنايا ديت هذو لي بونبون راني نحي فيهم. كما راكم تشوفوا هذه تتباع 6000 للمتر، وعندي القماش تاع الخيش راهي تباع 6000 للمتر. انا ديت نص متر. انت كي تخدمي بروجي تاعك اخدمي بالكونتيتي، ونص متر راح تنحي لك 6 من هذو 6 نحي لك باسكو هذه تقدري تقولي لي قسمتها على النص وتخدم لك 6 هذو اللي يجوا طوال كيما هكا. مام تخدم لك اللي خيطناهم راح تنحي لك تقريبا 8 تاع القفف. هذه غير نص متر، فما بالك ديري متر راح يدير لك ان بروجي ان شاء الله. شوفي هنايا هذو من بعد نحتاجهم نديرهم كتزيين. وهنايا ديت كل قفه درت لها 22 على 17 سنتيم. حبيتي تكبري كبري، وحبيتي تصغري قل من هكا نقصي في الطول. الا جاتك بزاف طويله ديري 20 ولا باسكو هي جايه شويه طويله باش ترفد لك. هذيك هي للدراري قيس. المهم انايا كنت قلبته على القفه كما نقولوا، وديت ديري هنا بابي ولا بابي كويسون كما حبيتي باش السيليكون ما يخسرلكش الميده اللي تخدمي عليها، باسكو يدير بزاف لي ديكا ويلصق لك ما تقدريش كيفاش تنحيه. بون سخني السيليكون تاعك تري بيان. هو السيليكون كي تسخني راح يلصق لك اون ديري خيطتي. شوفوا رايحه شغل هكا تقدري تطبقيه على الخياطه اللي تبغي بالماشينه كيما راني ندير بالسيليكون. روحي خيطيه ما كان حتى مشكله. شغل هذه السيليكون اللي نديرها انا روحي جوزي عليها خياطه ديري عادي خيطي ومن بعد راح تقلبيها. شوفوا معايا انايا نثني هكا ولصقي عبصي عليها باش هذيك اللصقه تشد مليح. روحي للجهه الاخرى ثاني دوري وزيدي ديري سيليكون. خدتها السيليكون ولصقي زيريها ومتنيها مليح. شوف كما قلت لكم في هذه المرحله روحي للماشينه كما راني دايره السيليكون، روحي لصقي الوجه مع الوجه وخيطي. شوفوا نخليها حتى تلصق مليح، مش راح تدي معك وقت كبير ما با دقيقه ولا. شوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد هنايا راح تثنيها وتخرجيها للوجه. انايا ما نقدرش نخدمها دروك باسكو راهي سخونه، كون نقلبها راح تتفدق معايا. شوفوا خليها تبرد في عرضها كما قلت لكم تدي دقيقه ولا ميم با. ومن بعد راح شوفوا كيفاش راني نتعامل معها. شغل راني مخيطتها. شوف ما تخافيش عليها تقولي تتفدق معايا ولا تتقطع، مستحيل.
شوفوا احنا ديجا القفه تاعنا راهي باديه، ومن بعد راح ندير لها كي الكفه نديرها للداخل. شوفوا بهذه الطريقه ولصقي. ورايحه ندير السيليكون ونديرها شغل كفه باش يجيني الشكل تاع القفه تاعي. هنا في الاول ديري دي بوين قيس ما تلصق مع قيس ومن بعد كي تحسيها بلي صاير راهي حاكمه روحها كملي كامل صاير داير كيما نقولوا حتى تمتني القفه تاعك. شوف انا ندير ابوبري ونزيد نقلبها للجهه الاخرى وندير سيليكون حاجه بخفيف حاجه خفيفه هكا، ومن بعد غير تشد معايا نبدا الجوايه اللي ما فيهمش اللصقه ندير لهم. حاجه سهله وبسيطه، اشغال يدويه راحه بزاف تستمتعي بها، سيرتو البنات اللي عندهم الفيد. انا ديفا يكون عندي الفيد كي من هكا نحب نخدم هذو الحوايج. المهم ودوكا نروحو نصنعوا القاعده. شوفوا هنايا من بعد اللي شفتوا، شوفوا هنايا راهي القفه تاعنا نورمال. من بعد حاولي انك تدخلي شغل مثلث كما راكم تشوفوا، وهنايا نروح ندير السيليكون نلصقو باش نخدموا لها القاعده تاع القفه باش شغل نقدروا نوقفوها فيها. شوفوا ديري السيليكون ولصقي عبزي عليها باش تنشف لك مليح وتشد. شوف وروحي للجهه الثانيه بنفس الطريقه. شوفوا دخلي هذيك القرن ولا هذاك المثلث وراكي ديري في السيليكون فقط. حاولي انك ديريهم سوا كيف يجوا قياس واحد باش ما تجيكش عوجه. شوفوا ديجا هنايا توقف معك القفه. وهذاك المثلث اللي داخل ديري بوين في الكوان تاع المثلث كما شفتوا، ديري بوين بالسيليكون باش تشد معاها وما تقصوهاش. كاين اللي قصص لا نو انا كاع القفوف ما نحلهمش هذيك الزاويه باش تساعدهم باش تجي واقفه. شوفوا هنايا هذه هي ندير شويه تاع السيليكون ونحبص بهذه الطريقه باش تشد لنا الشكل ويجينا تجينا القفه تاعنا واقفه كيما راكم تشوفوا. شوفوا ديجا هنايا راهي بدات تبان القفه تاعنا. راحوا نخدموا لها اليدين وين نحكموها ونكملوا التزيين. شوفوا هنايا اليدين هنا نبدا نوريكم. شوفوا هنا نديروا التزيين هكا واليدين ندخلوهم داخل بين الخيشه هاد الكالون. هذا الكالون كما قلت لكم يدير 6000 للمتر. انا ديت هنايا هذا الحبل راهو يدير 4000 للمتر وكاين اللي يدير 6000 على حسب الخشن تاعو. شوفوا راح ندير بهذه الطريقه. هنايا الطول درت تقريبا 20 سنتيم و نمقص ندير زوج يدين تاع القفه 20 سنتيم 20 سنتيم نمقص ونروح كما قلت لكم ندير اليدين. هنايا نفتحها شويه باش ما تجينيش الخدمه مكندره كما نقولوا. وهنايا تبداي ديري في الكالون تثبتيه ديري هنا سيليكون وراكي تلصقي بهذه الطريقه. ومن بعد احكمي اليد هذيك ودخليها كما قلت لكم باش تجينا الخدمه نقيه ومليحه. هنا ديت 4 سنتيم 4 سنتيم، خليت جهه فيها 4 سنتيم وخليت فيها جهه 4 سنتيم باش نحط اليد. شوفوا وديري هنايا تفتحيها كما شفتوا فتحت شويه هذيك الضفيره تاع الحبل وهنا ديري بالسيليكون ثبتيها وتعاودي ديري عليها هذا الكالون. شوفوا شغل باش تتخبى وتجيك الخدمه بيان فيني. شوفوا ونروحوا نخدموا نديروا الجهه الاخرى كذلك بنفس الطريقه. شوفوا معايا هنايا وين عينك ميزانك. انا كما قلت لكم اديت تقريبا 20 سنتيم 15 سنتيم كما حبيتي. شوفوا وديري بالسيليكون وكملي لصقي هذاك الكالون تاعك. شوفوا نرجع هنايا نثبت بالسيليكون بعد اللي ضمنت باللي اليد تاعي راهي مليح مثبته وندير هكا باللصق ونحط عليها هذاك الكالون. بنفس الطريقه نروح نخدم اليد اللي من الجهه الاخرى. شوفوا
نشوف على حسابها وراني حاطه ندير. شوفوا هنايا نحط اليد وندير بالسيليكون كيما درت في الجهه الاولى. شوفوا نثبت اليد ومن بعد شفتوا علاش قلت لكم نفتحوا هذاك الحبل باش تحكم فيه اللصقه. ندير هذاك الكالون ونكمل حتى للاخير ونمقص. وكفي هذيك الكوانه اللي تلاقات فيها هذه نثني بهذه الطريقه باش ما تنتفش معنا. شوفوا معايا هاي القفه تاعنا راهي بانت. شوفوا كيفاش تجي واقفه تجي بزاف هايله. شوف انا نعطي لها الشكل تاعها. وهنايا نكملوا التزيين تاعنا كما شفتوني في بدايه الفيديو. كنت هادو مقصتهم نحيتهم ورايحه شغل نوزعهم على كامل هذيك القفه، كل وحده اول افكار اللي في راسها، باسكو انا كنت خدمت بزاف تاع القفف فقط درت معكم هذو الاشكال. ومن بعد راح نخليكم في اخر الفيديو مجموعه من الصور اللي كنت خدمتها في فيديوهات واحد اخرين. شوفوا نبدا نحط لي كولار كيما حبيت انايا، حطي طريقه عشوائيه. شوفوا كنت ديت هادو لي بتي بول في الموف البلون الفيغ سا ديبون على حسب هذاك المتر اللي كنتي شريتيها واش يجوا فيها لي كولار. وهذا هو الشكل النهائي. شوفوا قلت لكم انا كنت خدمت بزاف تاع القفف، هادو القفف تاع الحلفه اللي واجدين هذوك الصغار. انا كانوا عندي زمان، عندي تقريبا كل عام نبدل لهم الشكل تاعهم، وهذه المره كنت درت لهم هذا التزيين. راح نخلي لكم روابط تاع هاد الفيديوهات في صندوق الوصف، وان شاء الله عن قريب راح نعطيكم معلومات على كامل هاد القناه. فقط صبروا عليا شويه. شوفوا انا كنت درت هذا النوع كما قلت لكم، هنا فقط درت تزيين. وهاد القفف راهم يديروا حتى 50,000 60,000 للوحده، باسكو هادو راهم حرين. شوفوا وما همش صغار بزاف وما همش كبار، متوسطين. هادو بزاف مطلوبين في شهر يناير. مام هادو توالا تلمو هادو اللي جاو غاليين، الوغ بدينا نخدموا في هادوك تاع بالخيط بقماش الخيش. شوفوا وتشوفوا معايا التشكيله الثانيه تاع القفف. شوفوا معايا هادو هما القفف اللي موديل اللي كنت خدمتهم. كنت خدمت وحده سامبل وحده بالالفابي وهذه تاع الخياطه. وكما شفتوا معايا كنت درت تزيين تاع القفف تاع الحلفه. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. نكملوا دائما في مشاريع يناير 2026 ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا. سمحوا لي البنات، هنايا ما كنتش حطيت معكم سعر البيع، كنت نسيتو. سعر البيع تاع هذه القفف من 25 حتى ل 35 ألف، وان شاء الله يكون فيهم ربح مضمون. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.